الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون درنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وانصر وجوهنا باليسار ولا تهنا بالاقتار فنسترزق طالب رزقك ونستعظم شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمن اللهم كما سند وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة على من أسلفون الصالحون وعلى من الحبيب علي الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمر الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بزر
يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشرار. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد حل الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واصله وسهل ما قد تعوض. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا
إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أسقى الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقدار القسمة، صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب، صلى الله عليه. أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، صلى الله عليه. فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، صلى الله تجلي عليه. القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع، صلى الله عليه. الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، صلى الله ولا عليه. يمل تكراره بكثرة ترداد، صلى حيث الله أبرز عليه. من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، صلى الله عليه. يتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، صلى الله عليه. اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب، صلى الله عليه. سروره قد توالى بحبيب عمن لنا من والى، صلى الله عليه. شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، صلى الله لاحظت عليه. العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح ضلالا، صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قطرة رفعة في شؤونه وكمالا، صلى الله عليه. الذي يبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان، صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فمن فجت هذه البشارة
وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر صلى الله وما عليه. أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه. وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الختمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه. وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بذور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه. التشوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين
حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأشلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موضع استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا ذاك البشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهور وبر صلى الله فتعلق ذمة عليه الرنك من هذه الحروف صلى الله بأن عليه يقوم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وأن ضارب الأقلام عن شؤون خير الأنام صلى الله ولكن عليه جليل تذوين ما حفظت من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله ذا عليه التعنك بهذه الحضرة الكريمة والعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة صلى الله ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي عسى بعد الضمابة يقعني شرب حالي يقعني شرب حالي يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الضمابة يقعني شرب حالي يقعني شرب حالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي عسى بعد الضمابة يقع لي شرب حالي يقعني شرب حالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الضمابة يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي بياني من عظيم
الظما بان يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي أنا يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي وفي عذاب نتحقق رحالي قد رحالي وأنا منتظر فلواها بالنوالي لواها بالنوالي فيا ذا الجود يا رب يا مولى الموالي ويا معطي العطايا العطايات الجزال عظيمات الجزال ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي يقالي شرب حالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة يا مولاي شكو جراءتي العظيمة وعملي الرذيلة وأخلاقي الذميمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وذنبي واجترائي وزوري وافترائي وميلي في سلوكي عن الطرق القويمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا أو الدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا
يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا اللهم صل عليه بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا وسلم يا سلام على النبي محي الظلام صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل وصحبه الكرام ما أنشدت بشرى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة صلى الله والجوهرة عليه المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراك هذا السراج صلى الله والعيون عليه متشوفة إلى بروز صلى الله عليه متشوفة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة صلى الله وما من عليه حامل حملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرح بملاقاة أشرف البرية صلى الله عليه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه قدر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا يا حجرة ضمت
مضى العمر مني يا محمد وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرة. مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. يا حبيبي حوضا وكوثرا. ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. يا حبيبي بحبك وبريدك واتمنى بصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. حبيبي محمد ما في سيثنين. حبيبي محمد ما في سيثنين. حبه ساكن قلبي يزيد كل اثنين. جماله دلاله مفخات بجلاله. جماله دلاله مفخات بجلاله. وذكر قباله يا حبيبي تشوفهم الاثنين. وبريدك واتمنى بصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. يا أجمل هدية من رب البرية. يا أجمل هدية من رب البرية. لكل الدنيا دية يا جد الحسنين. يا أجمل هدية من رب البرية. يا أجمل هدية من رب البرية. لكل الدنيا دية يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بصيدك
محمد يا ربنا كتوصف بمحمد اغفر لنا يا سميعا لدعانا اغفر لنا يا سميعا لدعانا اغفر لنا يا سميعا لدعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين الله كرب عليه. وانوحي هذا الحبيب على ند السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب صلى الله وأمطار عليه الوجود الإلهي على أهل الوجود تزج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين نتعج سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه ما حلا من تم الله عليه النعمة صلى الله من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه وضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا صلى الله ومعهما عليه من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله فتى الوقت الذي عليه. رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله فانفلق عليه. سبحان الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه ماذا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل ومولانا محمد أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله سرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزلوا اليوم لغران واستضيئوا بجمال يا رسول الله فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا اللهم صل على محمد الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهجا سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية أكودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب العزة تحت الرحال فتخشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين
سيدنا محبوب سيد المرسلين وسيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحسس في شرف الأفهار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تغيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظهره وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواح والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في حكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.